15,000 أو أكثر من المعتقلين. وأصبحت عمليات الاعتقال تتجاوز كل النظم والطرق القانونية. هم يصرخون في الإعلام ويخرج المتشدقون باسم النظام، من يفهم في القانون ومن لا يفهم. أصبح كل يتولى مهمته، طالما هو يقف بجانب النظام على الإعلام يجب أن يخرج ويقول نحن نطبق القانون. لا يطبقون أي قانون. المواطنون يؤخذون من بيوتهم بدون مذكرات اعتقال. القانون يقول يجب أن يبقى قيد الاعتقال فقط 60 يوما يعرض على القضاء أو على المحكمة. هناك معتقلون مغيبون لا نعرف أين هم. أما الحملة الشرسة الأخيرة للنظام فهي أن بدأ بمهاجمة المدافعين. ونحن في سوريا اليوم كان في إضرار في القصور العدلي في كافة أنحاء سوريا، قضاة ومحامين تضامنا مع المحامين المخطوفين والمعتقلين. أصبحت من حوالي شهر هجمة شرسة على المحامين كونهم يدافعون عن المعتقلين. تفتق ذهنه عن خطة أنه نخلص من المدافعين كي لا يحموا هؤلاء المعتقلين وكي لا ينادوا بأسمائهم. من حوالي أسبوعين كانت أجرم ما حرر من جرائم النظام بحق المدافعين عن الحق هو خطف المحامي سامر أدريس، محامي حر نشيط كان من المدافعين مع الثورة، وتلقى أكثر من تهديد على صفحته على الفيس، وتلقى تهديدات عدة من الأمن ونصائح كما يسمونها. لكن في يوم 11/6/2012 يوم الاثنين قبل الماضي خرج من القصر العدلي بدمشق في الساعة 2 ظهرا، ركب سيارته بيته في منطقة العدوي. ما أطول هذه المسافة، أسبوعين وما زال لم يصل إلى بيته في منطقة العدوي. والمتخاذل الأكبر بهذا هي نقابة المحامين في سوريا للأسف، واللي بنحملها مسؤولية كل محامي معتقل مع الدافع عن المحامين. حلب كلهم كتفوا أيديهم لأنهم وقفوا هم أول من كان في الوقف في حلب كان المحامين، وهدفوا في القصر العدلي للحرية، فكان نصيبهم من مذكرات الاعتقال تحرر وتمرر على نقابة المحامين لجلبهم كأنهم مجرمين. ونقابة المحامين في سوريا ذهبت بالورد للفرقة الرابعة. ذهب أحد المحامين لمراجعة العمل له بالنقابة. أين مجلس أعضاء الفرقة؟ قالوا ذهبوا للفرقة الرابعة يذهبون بالورد. هذه الحادثة من حوالي 7 أشهر. 7 أشهر على ماذا يدل؟ على مقتل أطفال درعا، على تدمير بابا عمر، وبكل خجل وصفاقة لا يسمحون لأي منظمة حقوقية أن تدخل. ذهبنا إلى نقابة المحامين في مصر، قالوا لنا ذهبنا. من ذهبوا؟ ذهبوا وفد رسمي قابل نقيب المحامين في سوريا بتغطية أمنية من حزب البعث. وكذلك منظمة حقوقية، ممنوع أي منظمة حقوقية إلا تدخل بمباركة من الحزب. أين هذا؟ إضافة لذلك تواطؤ القضاء، ولا نسمع إلا سمعنا قاضي حتى الآن انشق، والقاضي هو الذي يرى أكثر من يرى ويعرف مخالفة النظام للقوانين. أذكر بالقضاة، وإن كان هذا الحديث سينقل على وسائل الإعلام، أتمنى أن يصل أسماعهم. أي ضمير قاضي يفرض كفالة على معتقل 200,000؟ ماري عيسى فرضت كفالتها 200,000 ليرة سورية. أنا يعني سكون العصا لا أدري كيف يعني معلش انفعلت لأنه بس يظنون الناس أغبياء. حكينا باللهجة السورية. حكينا ماشي بالفصحى أكثر. يعني أي منطق بيفرض على معتقل أنه يدفع كفالة 200,000 ليرة سورية؟ نحن عايشنا أنا لي 23 سنة بالمحاماة. أغلى كفالة إذا بكون جرم جنائي لا يتجاوز 5,000 ليرة سورية. أما إذا كان صاحب فكر سياسي، وهذا بعد الثورة، هذا بعد الثورة صار إنه 200,000 ليرة سوري كانت كفالة ماري عيسى. وفي معتقل آخر مهند يمكن أعتقد محامي كانت 20,000 وخلافه. أين ضمير هذا القاضي اللي عم يوقع قرار إنه كفالة معتقل؟ مين معه بالثورة يدفع 200,000 لحتى يطلع؟ رح ينط واحد متفلسف قانوني يقول لك الكفالة هي بترجع للمعتقل لما بيطلع ببراءة أو لما، بس هات يجيب له مصاري بالأول هون لحتى تدفع له ال 200,000. طبعا اليوم كان من امبارح أحيلت المهندسة سمر، ويكون الآن ذاك اللي اعتقلوها من سيريا اعتقلت ب 18/4، ما بتعرف شو تهمتها، جاي الصبح على دوامها قالوا لاستدعوها لمكتب المدير. غيبت من 18/4 بعد 70 يوما حتى استدعت إلى قاضي التحقيق وأغلى سبيل امبارحة. المعتقلين مركز حقوق الإنسان، المركز السوري أيضا لا نعرف أي مازن درويش حتى الآن ما زال مغيب في الاعتقال. نزلوه يمكن يبان وينه لأنه بدهم ينزلوه شاهد على يارا بدر ورفيقاتها. في طالب شريف الحموي من مدينة سلمية، طالب طب في السنة الخامسة،
أيضا معتقل لا نعرف أينه، يعني معتقلين بالجملة. ويقول لك المدافعين ونقابة المحامين تقف صامتة، ما بيسترجي محامي من مجلس الفرع يطلع يطالب. بيقول لك لما طالبنا بسامر أدريس قالوا نحن سألنا فروع الأمن وجاوبونا أنه ما في شيء، خلص اكتفوا. وأنا جاوبت على صفحتي: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. نحن ما عم نعول على نقابتنا ولا عم نعول، حتى الاتحاد المحامين العرب خذلنا. اتحاد المحامين العرب حاطط اعلان طويل عريض قانونه الاساسي انه يدافع عن الشعوب، ما بدنا يدافع عن شعوب الارض، يدافع عن الشعب السوري بس. طب اعفيناه من مسؤوليه الشعب السوري، يدافع عن ابنائه المحامين كمان ما شفنا حدا منهم. لم يكتفي بهذا، يخرج احد الامناء العامين من يحمل اسم الامين العام محامي اردني سميح خريس يشبح باسم الاتحاد ويلتحق اسم الامين العام، في لحظه انفجار وقوع القزاز يخرج على قناه الدنيا والفضائيه السوريه ويكتب تحت اسمه الامين العام لمساعد اتحاد المحامين العرب ويؤيد النظام وعصابات ارهابيه. وطلبت من الاستاذ سامي عاشور شخصيا من الامناء العامين ان لم تتبنوا موقف صريح تتنصلوا من تصريحات سميح خريس فانتم تتبنوها. قالوا نحن لا علاقه لنا بموقف سميح خريس، لا علاقه لكم، اعلنوه صراحه، قولوا هو يصرح باسمه كمحامي، هو حر شخصيا، وهو ما وردنا انباء انه عميل للمخابرات الجويه، لكن انا لا اعلن هذا على مسؤوليتي، لان الاشاعات تواردت. لكن تواجده في بعد لحظات من انفجار القزاز على الفضائيات السوريه وله كثير من المواقف المعلنه، ايضا ما زال اتحاد المحامين يقف مكتوفا. اجتمعت من مده مع لجنه الحريات بنقابه المحامين، كمان خرج علينا الاستاذ امين عام من الاتحاد وقال ذهبنا الى سوريا. هذا الحكي مع الاسف ما حصل. لما حصل وراحوا كفريق وبعدين حولوا رحلتهم من سوريا الى البحرين. لما راحوا على البحرين استنكروا ما يحدث في البحرين، ردوا تراجعوا عن استنكاره. بعد اصلا ما يحدث في البحرين ايضا يحدث في جرائم ضد الشعب، لكن تراجعوا عن استنكاره. كل هذه المنظمات الحقوقيه تقف صامته. نحن لا نعول بصراحه الا في جهه واحده ممكن ان تدعمنا، هي نقابه المحامين المصريين، لانها تقول الحق وجريئه على ان تقول الحق، لكن نحن نخجل من ظروفهم. يعني نحن بصراحه عاجزين عن شكر الشعب المصري، رغم كل الم وكل جراحه وكل خروجه من ثوره فهو يقف معنا ومتعاونين. لكن وعدونا ان شاء الله بعد الانتخابات وبعد ان تهدأ الحال قليلا ان ننظم لهذا الوضع. نتمنى من الجميع انه يكونوا معنا لما بندعي لاي نشاط بهذا الخصوص، لانه لما مثل ما حكت الدكتوره لما بنكون متحدين ولما بنشوف اذا نحن ما سالنا عن قضيتنا العالم كله ما رح يسال عنا. مو شرط انا يكون ابني معتقل وابنك معتقل لحتى نحس بالمعتقلين، يمكن الشهيد ارحم كثير من المعتقل. الشهيد